كل سنة وانتم طيبين. النهارده أول يوم رمضان وهاشارك معاكم فطار أول يوم رمضان. هنعمل مع بعض الفراخ البلدي محشية ومشوية في الكيس الحراري بخلطة رهيبة. هنعمل بقى شوية محشي كده وأقولك على شوية تكات ينجحوا معاكي المحشي ويكون بخلطة تحفة كده. يلا بينا كده نشوفوا هنعمل ايه ونصلي على النبي. أنا عندي هنا كده ديك بلدي وفرخة هشويهم. تعالوا نشوفوا بقى ايه كده أول خلطة هنعملها. عندي بصلاية كبيرة كده مقطعاها شرايح رفيعة جدا. هنزل عليها بنص معلقة من الملح وهنزل عليها بنص معلقة كده من السماق وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وهدعكم حلو قوي مع بعض. تمام كده هجيب بقى الفراخ وهاخد الخلطة اللي عملناها البصل ده كده نحطه في قلب الفرخ. تمام كده هقسمه على الفرختين. دي أول خلطة. تعالوا نشوف الخلطة التانية. هضيف هنا كده كوباية من عصير الطماطم على بصلاية كبيرة كده مبشورة وملح بقى وفلفل اسود بسيط. معلقتين من دبس الرمان، لو مش عندك حطي عسل اسمر او ابيض. ومعلقة كبيرة من السبع بهارات ومعلقة كده من الصويا صوص وربع معلقة من ربع كوباية من الزيت. وحطي الملح بتاعك بقى وقلبي كده كله مع بعض. ومعندكيش صويا صوص ضيفي عصير ليمونة. خدي بقى التتبيلة التحفة ديت وابدأي دخليها كده في قلب الفراخ تحت الجلد ومن بره كده. تمام كده. تعالى نعمل الفرخة التانية. عايزة اقولكم ان الشغل ده كنت بعمله يعني قبل رمضان بيوم، يوم السحور، لان المية بتكون قطعة عندي وبالنهار مش هعرف اعمل الشغل ده كله. تمام كده. فانا الكلام ده كده كنت بتبل الفراخ من بالليل واحضر كل حاجة من بالليل. وعلى فكرة الموضوع ده سهل عليا خالص. تاني يوم عملت بس العصاير والحلويات فما خدش معايا وقت ولا مجهود. خلاص بقى كده هنكتفها بالشكل ده. هجيب بقى كده البولة ديت وهنزل بيها كده في الفراخ، في الفراخ بيها في جواها يعني كده. وانزل عليهم ببقية الخلطة وهبدأ اغطيهم بقى بأي كيس بلاستيك، برول بلاستيك، بكيس عندك اي حاجة. حضرنا كده الفراخ وتبلناها بقت تمام وزي الفل. وكل ما تقعد معاكي في التتبيلة بتديكي طعم اجمل واجمل بكتير. هنعمل بقى خلطة محشي تحفة كده ريحتها بتجيب اخر الدنيا. كوباية كبيرة من الزيت، وانا بحب اعمل المحشي بالزيت لان بيكون مفلفل جدا. نص كيلو من البصل مفروم فرم خشن وعليه 3 قرون كده من الشطة، حبة سبايسي حبة باردة زي ما تفضلي. وبتفرميهم كده فرم خشن. تنزلي بيهم على كوباية الزيت بعد ما تسخن حلو قوي معاكي على النار. مش هنحمر البصلة هنا، انا بس عايزاها تتكرمل معايا. دي معلقة من التوم المهروس، او ممكن تضيفي كده 3 4 فصوص توم بيفتحوا معاكي طعم المحشي كده وريحته تكون حلوة قوي قوي. وتقلبي بقى كده. احنا عايزين نكرمل الكلام ده كله مع بعضه زي ما قلنا، مش عايزينه يتحمر ولا حاجة. انا هعمل خلطة لكيلو ونص من الرز. بضيف كيلو ونص من الطماطم. لكل كيلو من الرز بياخد معاكي كيلو من الطماطم تصلصيه للمحشي. تمام كده. هقلب بقى الكلام ده كله. مش هضيف البهارات دلوقتي بتاعتي عليها علشان لما بتضيفيها في الاخر بعد ما تتصلص بتديكي طعم افضل. هديت النار وسبتها بقى لما اتصلصت خالص معايا ونشفت ما بقاش فيها اي سوائل زي ما انتوا شايفين. طعمها وريحتها بتكون حلو قوي. عندي هنا كيلو ونص من الرز بعد ما تغسليه وتصفيه من الميه تماما. هنزل عليه كده بالخلطه الصلصه بتاعتنا بقى. هضيف بقى نص معلقه كبيره من الكمون، وهضيف نص معلقه من الكزبره، وهضيف معلقه كبيره من هريسه الشطه. بتوديلك المحشي في حته تانية خالص، تخلي طعمه حلو قوي قوي. معلقه ونص بقى من الملح. لكل كيلو رز بياخد معلقه كبيره من الملح. والملح هنا حسب الرغبه. وضيفي بقى حبه شطه، وضيفي نص معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه كبيره من الكمون وبس. هنا ربطتين من الكزبره الخضراء وربطه واحده من الشبت. مش بحب احط الخضره ابدا على المحشي، ما بتبقاش حلوه. كزبره وشبت بس. قلبنا الخلطه. عندي بقى الكرنب كنت سلقاه قبليها كده بقى ومحضراه مقطعاه تقطيعه بقى بتسهل عليا خالص. كل 3 ورقات مع بعض كده بقطعهم ويكونوا لفه زي ما انتوا شايفين. مفرزاه معاكم على القناه وعاملاه بنفس الطريقه لو عايزين الوصفه. بتجيبي بقى كده الكرنب والرز لازم ما يكونش فيه اي ميه، يعني بعد ما تغسلي الرز صفيه تماما. تاخدي بقى الورقه كده وتحطي شويه رز صغيرين في نص الورقه بتاعه المحشي علشان ما يخرجش معاكي الرز بعد التسويه او الصبع يفك معاكي. ما تملهوش رز للاخر. زي ما هنرصه في الحله زي ما هتشوفوه مش هيخرج الرز خالص ولا هيبقى معجن. عندي هنا كده البتنجان والكوسه. والبتنجان علشان يكون حلو معاكي وانتي بتقوريه ما تخليهوش فيه لحم كتير، يعني رققي البتنجانه معاكي.
تمام كده، بتديكي طعم حلو وتكون طرية ومش مجلدة ابدا. هبدأ برضو احشي كده البتنجان بالشكل ده وبسيب فيه يعني عقلة صبع كده ما فيهاش رز، تسيبيها فاضية في البتنجان عشان لما يزيد الرز ما يخرجش منه ويبهدل الدنيا ويكون شكله وحش. والكوسة برضو نفس النظام. خلصت الكمية كلها خلاص، هبدأ بقى كده اغلفهم بقى، اغطيهم كده باكياس بلاستيك علشان ادخلهم التلاجة لغاية اليوم اللي هستخدمهم فيه. خلاص بقى كده تاني يوم هابدأ آخد الفراخ بتاعتي بقى. عايزة أقول لكم ريحتها أقسم بالله وهي نية كده كانت قلبة الدنيا. ولادي بقى رايحين جايين الريحة يا ماما، الريحة يا ماما، من أول ما فضيتهم كده يعني في كيس الحراري دوت علشان نسويهم، الريحة قلبة الدنيا من التوابل والخلطة. ده كيس حراري هشويهم فيه، بيسوي معاكي الفراخ أسرع حتى لو حجمها كبير وسنها كبير، وبتكون طرية معاكي محتفظة بطراوتها. تمام كده، حطيتهم كده مع بعض في الكيس وهديهم كده يعني هعمل فيهم فتحة بالسكينة. مش بضيف مية ولا حاجة، كده في أي صاج يدخل الفرن. وبدخلهم الفرن على الشبكة على الأرضية على طول في الفرن، وبعلي النار على أعلى درجة حرارة. هياخدوا معايا ساعة وربع لساعة ونص. هنا بقى كده جبت مية عادية من الحنفية وضفت عليها كده نص معلقة من اسمها إيه، مرقة الدجاج الفورية اللي هي البودر، ومعلقتين من الصلصة، وحطيت ملح علشان نسوي المحشي بتاعنا. المحشي برضو خرجته كده. هنبدأ بقى كده نضيف الشوربة اللي احنا عملناها ديت كده على المحشي. ومحشي الكرنب مش بتغطيه بالمية، المية ما بتغطيش اول صبع معاكي. تمام كده. ومحشي الكوسة بتحطي نص الحلة مية. محشي الكوسة بيستوي على نار عالية جدا، مش بنهدي النار غير خلاص في اخر 10 دقايق. محشي الكرنب اول ما يغلي معانا بتهدي النار وبتسيبيه يغلي عشان يستوي معاكي ويكون زي القمر كده. هنا هعمل شوية لسان عصفور بقى، شوية شوربة كده نبلع بيهم بما اني مفيش شوربة. حطيت معلقة كبيرة من السمنة، وحطيت كوباية سمنة الفلاحي، وحطيت كوباية كده من لسان العصفور، وعليهم رشة ملح علشان يتحمر معايا بسرعة ياخد لون واحد في وقت واحد. وهضيف المية بتاعتي كده. تمام كده. وهضيف هنا ربع معلقة من اللهم صل على رسول الله، مرقة الدجاج الفورية اللي هي البودر او مكعب. وضيف الملح وفصين من الحبهان. وهسيبه بقى يغلي كده غلوتين تلاتة، وهطفي عليه هو بيكمل تسوية مع نفسه. والمحشي برضو هديت عليه واستوى ما شاء الله. دي بقى صينية كنافة كده عاملاها بحشوة كريمة الشهد. هبقى انزل لكم الوصفة لان الفيديو لقيته هيبقى طويل لو نزلت وصفتها، بس عايزة اقول لكم خطيرة تحفة جميلة قوي. هنزل لكم الفيديو ان شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله يعني. خلاص بقى كده كنا داخلين على الفطار. وعملت بقى عصير، عملت صوبيا، وعملت تمر هندي، وعملت تمر على تين على يميش يعني. فده كان العصير بتاعنا النهارده. خلاص هنا الفراخ ما شاء الله اتخرجتها بقى تحفة كده ودايبة دوب، وطعمها وريحتها في حتة تانية خالص. ريحتها كانت تحفة تحفة تحفة. شوية المحشي بتوعنا بقى بخلطة تحفة قوي وخفيفة على المعدة. شايفين بقى المحشي الصبع بصباعه متفكش مش معجن، ما شاء الله عليه كده حاجة روعة. مفيش صباع واحد كده اتفك ولا مخرج رز ولا اي حاجة. وادي كده الكوسة والبتنجان بتاعتنا برضو استووا حلو قوي قوي ما شاء الله بقى. كانت تحفة. انا كنت مستعجلة لان الاذان كان اذن وانا كنت بغرف، فكله بقى جعان وانا عايزة اخلص بسرعة عشان التصوير. وادي البتنجان بتاعنا. وده كان فطارنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين.